الفيديو تاع اليوم راح نحكيو على كيفاش تبداي بيت الخزين على الصح. شوفوا انايا بيت الخزين، انا كنت الغلطه اللي كنت مديرتها بكري، كنت كنهز 100 ولا 200 ولا نحكم نشري من كل حاجه، نشري حاجه وكيما قلت لكم الزوج تاعي ساعه خدام ساعه مش خدام. كيما تخلص لي هذيك الحاجه من الكوزينه نروح نهز من بيت الخزين. مثلا هاي الزبده هاني عندي غير وحده، خلصت لي من الكوزينه واش نروح ندير؟ نروح نهز هذه بيت الخزين تما ما عنديش الزبده، وهذا خطا. دوك تقولي لي انت تاني مال على شاريه الزبده وحده ولا شاريه الزيت زوج ولا شاريه. شوفوا بيت الخزين كيفاش تبداوها. انا كيما بديت الخزين بديت بالطماطم، واني صورت لكم البروغرام اللي نمشي عليه في الفيديو اللي قبل هذا. هاني شريت 4 طماطم. كي شريت 4 طماطم لازم تشريو من كل نوع تكملوه باه تزيدو تصوتيو النوع الثاني. مثلا هاي طماطم 4. كي خلصت الطماطم واش استرحت؟ رحت رحت الخميره شريت وحده. كي زادو طاحوا في يدي صوار زدت شريت وحده. والقهوه ديجا كانت شريتها هي الاولى من قبل. كي كملت 6. درك راني وصلت للزيت. كي نكمل الزيت ونخلصو باه نزيد نصوتي لحاجه اخرى. علاه؟ واش الفرق بين بيت الخزين الاول وبيت الخزين الثاني؟ بيت الخزين الاول كي تشري حاجه فريده كي تجبديها رايحه تخلص، مي كي تشري منها 6 ولا 7 كي حتجبديها مش حتنضري ومش حتفقدي الامل تقولي انا يا درت بيت الخزين ومن بعد درت عليه كليت والله ما زدت درت، هذه صرات لي ولا عام الاول. درت بيت الخزين وعقبت رمضان مي عام الاول كي عاودت الغلطه تاعي ما نجحتش فيه وبديت شهر 3 وبطلته. بيت الخزين تاع اللي يعود كما نقولها الدخل تاعها ضعيف لازم لها تبدي تشري كل حاجه تشري منها 6 7، ما تشريش حاجه فريده برك. دوك تقولي لي واش الزبده؟ هاكي صوتيتي الزبده والزيت ها هوك. انا الزبده هذه حكم شراها لي الزوج نتاعي. واش حكمت درت؟ كي شفتها باطه كبيره رايحه نشري 10 ب10000 هذيك في لوريال نحطها في الجدار وهذه نخبيها ونكمل على هذيك. نخلص الزيت ما زيدش نزيد نصوتي حاجه اخرى، نزيد نصوتي الزبده ندير 6 صبايط. كي نخلص 6 صبايط هذوك باه نزيد نولي لحاجه اخرى. مثلا نزيد نولي ندور للسمن نشري 2 بايط، نزيد ندور مازالوا الحبوب مازالوا المقارونات. انا المقارونات كما نقولها تروحي تشري، ما تروحيش تشري من كل نوع وحده لا لا، شري من كل نوع. شري مثلا سباكيتي تشري 5 ولا 6 حطيهم فوق بعضهم كي تجبدي مش حتنضري. ما يمكن تحلي بيت الخزين تاعك تلقاي مازالك 4 ولا 5 المورا اللي يطلع لك. ما كي تجبدي من حاجه هاكي جبدتي الزبده ها. شوف تلقاو بيت الخزين بدا يفرغ لكم بصح. كيما تجبدي من القهوه هاي هاني جبت. انا راجلي اليوم ما عندوش القهوه ولازم يشرب القهوه ولازم هاني جبت. كي تحلي بيت الخزين تاعك تفرحي مازال فيه الخير. ووقتاش كما نقولها تعوضي هادوك كيما ديري التجديد هذاك مع الوقت راني نعود نجبد منه وندير لكم كيفاش ديروا التجديد وكيفاه ما تخليوش بيت الخزين تاعكم يفرغ. هذيك حاجه اخرى. المهم ان نعطي لكم كيفاش تبداو بيت الخزين على الصح، على قاعده صحيحه، ماشي تاع اشري ولوح لازم تشريو كلش بالحساب. هاني درت لكم جدول ها هوك الفوق معلق فوقاني هذاك تاع رمضان بربي ان شاء الله زيدوا نبداو فيه ما نهضروش عليه مانيش حابه خربطكم خلاص. مي قبل ما تبداو بيت الخزين اللي راجلها مش خدام واللي راجلها الدخل تاعو ضعيف باه ما تدوروش عليه. واش ديروا؟ واش تحكموا ديروا؟ شوفوا واش تحكموا ديروا. احكموا ديروا الاحتياطي. ها انا الاحتياطي مثلا سحقيت انايا السكر ما نروحش نجبد من بيت الخزين ما درتش السكر، درت الاحتياطي الساعه مثلا. وهادو الاحتياطي ومن المصروف تاع الزوج تاعي مثلا نقول هذيك الحاجه كاينه ما كانش يقول هي كاينه نقول له ما كانش يزيد يروح يشري لي. بان نهار يطيح اون بان ما بقاش انا نخنق فيه روح جيب هو ما عندوش يروح يسلفه يروح يسرقه. علاه نخليه يوصل للماصل هذا؟ كما نقولوا نجبد من بيت الخزين تاعي ونوكل وليداتي ما نخليهم من نشكي للناس ما يكرهوا مني اصلا مش حين يعطيوك الناس. والله واحد ما راح يلتبي كي يسمع لك نهار الاول نهار الثاني نهار الثالث يكره منك. علاه توصلي روحك للشيء هذا؟ واني حسب اي وحده الراجل تاعها الدخل تاعو ضعيف ولا الدخل تاعها الراجل تاعها مش خدام ولا انتي تاني ماذا بك تكون عندك شهريه ماذا بصح الغالب ما عندك شهريه نوضي ديريها نوضي تخدمي على روحك تعلمي اي حرفه. كيما انا مدايره 100 مشروع في مشروع كنا نعطيكم الله يحبس راسكم. مع الوقت بربي ان شاء الله تتعرفوا عليا
وبربي ان شاء الله كما نقولها تكونوا نتوما ليلات النساء تمدوا يديكم، راح تقري ولادكم، توكلوا ولادكم، تحوسوا بولادكم، تعيشوا بابسط كما نقولها بامكانيات ضعيفه، تعيشوا كما نقولوا تعيشوا ولادكم احسن معيشه. هذه هي النصيحه تاعي. النصيحه تاع اليوم هي كانت كيفاش ديري بيت الخزين. ماما دوك نجي دقيقه قلت لك كيفاش ديري بيت الخزين على القاعده صحيحه، ما تروحش تشري من كل حاجه 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 وبعدين هذيك الحاجه تجبديها تروح لك. هذه هي النصيحه تاع اليوم وسلام. حبيت نقول لكم باك ما تنساوش الاشتراك في القناه، منها قناه جديده، نتمنى كما نقولوها تدعموني، والاشتراك واللايك. هذه هي وسلام.